فيلمنا النهارده بيبدأ في فترة الحرب العالمية التانية في واحد من المعسكرات النازية للجيش الألماني مع عالم آثار اسمه أنديانا جونز، وهو لسه مقبوض عليه من الجيش الألماني. بيقول قدام العقيد اللي بيتهمه إنه جاسوس، لكن أنديانا بيقول إنه مش جاسوس وإنه جاي هنا علشان ياخد غنيمة بيدور عليها. العقيد بيقول إن الغنائم دي بتكون للجيش المنتصر بس، فبيرد عليه أنديانا وبيقول إن ألمانيا لسه ما انتصرتش في الحرب وحالة برلين سيئة، وواضح كده إنهم في طريقهم لخسارة الحرب. ساعتها العقيد الألماني بيتعصب عليه وبيطلب من جنوده إنهم ياخدوه لغرفة الإعدام، وأنديانا بيفضل ينادي على العقيد ويقول له إنه ميستاهلش يتعدم، لكن العقيد بيكون خلاص طلع قراره. بعدها بيقف العقيد يتكلم مع دكتور في البعثة بتاعة الجيش. الدكتور ده بيكون اسمه فاولر، فبيفتحوا الصندوق وبيلاقوا فيه حرب لونجينوس، ودي حرب أثرية. فبيطلب منهم العقيد إنهم ياخدوها على القطار اللي رايح برلين علشان القائد بيدور على الحربة دي وهي مهمة بالنسبة ليه. وبالرغم من إن العقيد بيفضل يقول له إن الحربة دي لازم يحافظوا عليها، لكن العقيد بيقول إنه قال كلمته خلاص وبيطلب من الجنود ينفذوا الأوامر. في الوقت ده بيكون الجنود اللي أخدوا أنديانا بيستعدوا علشان يعدموه وبيعلقوه في حبل المشنقة، لكن فجأة بينضرب قنبلة على الأوضة اللي هما فيها والأوضة كلها بتتدمر. لحسن الحظ إن أنديانا بيكون متعلق في الحبل بتاع المشنقة ومش بيتأثر بالانفجار زيهم. بيفضل يحرك في نفسه لحد ما بينجح إنه يفك نفسه من الحبل، وساعتها بينزل بسرعة وبينجح في إنه يضرب جندي وياخد اللبس بتاعه وعربيته، وبتنكر في إنه جندي ألماني علشان محدش يشك فيه. لكن قبل ما يتحرك بيركب معاه 2 ضباط ألمان وبيكونوا فاكرينه جندي في الجيش بتاعهم عادي وبيطلبوا منه يتحرك. فعلا بيتحرك أنديانا لحد ما بيقرب من القطر، ساعتها بيغير مسار العربية وبيروح بيها ناحية القطر، وبيقدر إنه يشتبك مع مجموعة من النازيين ويهزمهم بعد ما بينط على القطر وبيدخل جوه علشان ياخد الحربة. أول ما بيوصل وبيشوف الحربة بيكتشف إنها مش أصلية. في نفس الوقت ده بيكون العقيد ورجالته قدروا يقبضوا على عالم آثار تاني اسمه بايز، وده شريك أنديانا في المهمة بتاعته. وبيفضل العقيد يعزف في بازل علشان يتكلم، لكن بازل بيكون رافض لحد ما بيهددوا العقيد انه يخلص على عيلته لو ما اعترفش. هما جايين هنا يعملوا ايه؟ فبيضطر بازل يقول له على الخطة بتاعته هو وانديانا، وانهم جايين هنا علشان ياخدوا حرب لانجينوس. في الوقت ده في القطر بيكون انديانا بيدور على قطعة أثرية تانية اسمها أنتيكثيرا، ودي قطعة نادرة جدا وبتدي قوة خارقة لصاحبها. لكنه لما بيمشي في القطر بيقابل جنود ألمان وبيتعامل معاهم عادي علشان محدش يشك فيه. لكن لما بياخد الصندوق من قدامهم وبيمشي بيشوفوا اثر رصاصه مضروبه في ظهر انديانا، وعلى طول بيشكوا فيه، لان لو كانت الهدوم دي بتاعته من الاول كان زمانه مصاب اصابه خطيره دلوقتي. وهو اول ما بياخد باله منهم بيجري بسرعه علشان محدش يمسكه. بعدها بيروح انديانا وبيقدر انه يحرر بايزل، لكنه بيتفاجئ بفولر قدامه، فبيضطر انديانا انه يضربه وبيهرب بسرعه هو وبايزل. ساعتها بيطلعوا على القطر بسرعه وبيتفاجئوا بالعقيد طالع وراهم وبيشتبك مع انديانا، لكن بايزل بياخد مسدس وبيضرب بيه العقيد. ما يهربوا بيتفاجئوا هما الاتنين بفاولر طالع لهم ومعاه مسدس وبيطلب منهم ياخد قرص الانتيكثيرا، لكن انديانا بيكون رافض يديهوله لانه عارف القوة اللي فيه ورافض يتخلى عنها. وبيفضلوا يضيعوا في الوقت لحد ما بيتخبط فاولر في حديدة وبتصفي راسه، وعلى طول بينط انديانا وبايزل من على القطر وبينزلوا في المية. وبعد سنين بنوصل لسنة 1969، بنشوف أنديانا وهو شغال دلوقتي دكتور في الجامعة، وبيكون عايش حياة روتينية بعيدة عن المغامرات والاستكشافات اللي قضى أغلب حياته فيها. في اليوم ده بيكون عنده محاضرة في الجامعة وبيفضل يتكلم مع الطلاب بتوعه عن عالم قديم اسمه أرخميدس، واللي قدر إنه يخترع آلات تستخدم طاقة الشمس، وقدر إنه يوجهها لصالحه ويساعد جيشه إنه يكسب حرب صعبة جدا. فبترد عليه واحدة من الطلاب اللي قاعدين في المحاضرة وبتقول له إنه عمل كده عن طريق استخدام الأنتيكثيرا. وبتصدم أنديانا إن في حد من الطلاب بتوعه عارف الأنتيكثيرا، لكنه مش بيهتم وبيمشي. بعد شوية بيتفاجئ بواحدة اسمها هيلينا شو بتروح تتكلم معاه في المكان اللي هو كان قاعد فيه، ودي البنت اللي ردت عليه في المحاضرة وقالت على موضوع الأنتيكثيرا. وبنعرف إن هيلينا تبقى بنت بايزل، وبتعتبر أنديانا الأب الروحي ليها، وبقالهم سنين طويلة ما تقابلوش هما الاتنين. وبتقعد هيلينا تتكلم مع أنديانا على الجزء الثاني من قرص الأنتيكثيرا، واللي باباها فضل يدور عليه طول حياته لحد ما مات، لكنه فشل في إنه يلاقيه في النهاية. وبتعرفوا إن هو الشخص الوحيد دلوقتي اللي يقدر يفك الشفرات ويعرف مكان الجزء الثاني من القرص ده. بيوافق أنديانا وبيروح معاها على الكلية، وهناك بيدخل له أرشيف وبيفضلوا يدوروا في السجلات والمخطوطات القديمة. والناحية التانية بنشوف واحدة اسمها مايسون تشتغل مع وكالة المخابرات المركزية، اتدربت على ايد فاولر اللي عرفها كل اللي حصل معاه في معسكر النازيين. وبتروح مايسون على الجامعة وبتدخل لمكتبة علشان توصل لأنديانا وهيلينا، وبيكون معاها عميل اسمه كليبر. ولما بتدخل مايسون واللي معاها بيخلصوا على واحدة من طاقم التدريس اللي موجود في الكلية، وبيروحوا علشان يدوروا على هيلينا وأنديانا. في الوقت ده بيكون أنديانا بيتكلم مع هيلينا، بيقول لها إن الأنتيكثيرا لما أرخميدس اخترعها قدر إنه يلاقي فيها قوة بتعتمد على حركة النجوم والكواكب، ويلاقي فيها ثغرة تساعده في إنه يستخدم القوة اللي بتتولد من الحركة دي. لكن أثناء ما هما بيتكلموا بيتفاجئوا بدخول مايسون والعملاء اللي معاها،
وساعتها هيلينا بتفاجئ أنديانا وبتاخد القرص بتاع الأنتكسيرة وبتهرب بسرعة وبتعتذر ليه وبتقفل الباب وراها علشان ما تخليش أنديانا يلحقها. وبتطلع هيلينا على سطح المبنى والعملاء كلهم بيجروا وراها لكنهم بيفشلوا انهم يلحقوها، فبينزلوا بسرعة علشان يمسكوا أنديانا اللي بيكون بيحاول يعمل مكالمة تليفون بيتصل بحد يساعده، لكنهم بيوصلوا في الوقت المناسب وبيمنعوه انه يعمل المكالمة دي. وأنديانا بيقاوم وبيحاول انه يتخلص منهم لكنهم بيكونوا اقوى منه وبيمسكوه. بعدها بينزلوا على العربية ومايسون بتفضل تقول لأنديانا ان هيلينا تبقى حرامية وبتسرق الآثار النادرة علشان تبيعها في السوق السوداء وتعتبر من اللصوص الدولية اللي مطلوبين، وزمانها دلوقتي أخدت نص الأنتكسيرة علشان تبيعه في المزاد. بعد شوية بيفضلوا ماشيين بالعربية لكن بيكون في احتفالات في الشارع وزحمة ومش بيعرفوا يمشوا بيها، بيضطروا ينزلوا يمشوا على رجليهم. ساعتها بيقدر أنديانا يستغل الفوضى دي وبيركب على حصان وبيهرب منهم، لكنهم بيفضلوا يجروا وراه بالموتوسيكلات. ولما بيحس أنديانا انهم أسرع منه بينزل بالحصان بتاعه لحد محطة مترو الأنفاق وبيقدر يركب مترو وبيهرب منهم قبل ما يوصلوا له. وبعد شوية بيوصل أنديانا لصديق ليه من مصر اسمه صلاح، بيطلب منه يوصله لحد المطار علشان لازم يسافر المغرب ويحضر المزاد المعمول على أنتكسيرة وينقذها قبل ما هيلينا تلاقيها. فعلا صلاح بيوصله لحد المطار وبيسافر أنديانا للمغرب. في الوقت ده بيكون فاولر مصدوم لما بيعرف إن هيلينا اللي سرقت الأنتكسيرة تبقى قريبة من أنديانا جونز وبتعتبره الأب الروحي ليها، وبيقرر ساعتها إنه يتحرك بنفسه ويروح وراهم المغرب علشان ينتقم منهم هما الاتنين. بعد شوية بنشوف أنديانا لما بيوصل الفندق اللي معمول فيه المزاد بيحاول إنه يتدخل علشان يمنعها إنها تبيع القطعة الأثرية دي، لكن في الوقت ده بيظهر فاولر هو كمان، وأنديانا بيتصدم لما بيشوف فاولر لأنه فاكره مات. وعلى طول بيحاول أنديانا إنه يخطف الجزء بتاع الأنتكسيرة، لكن هيلينا بتمسك الشنطة بسرعة وبترميها لتيدي المساعد بتاعه وبتخليه يهرب، لكن فاولر ورجالته بيقدروا ياخدوا الشنطة من تيدي وبيهربوا بيها. وساعتها بيقرر أنديانا وهيلينا إنهم يشتغلوا مع بعض ويتعاونوا علشان يقدروا يرجعوا الشنطة من فاولر. بعدها بنشوف فاولر لما ركب الطيارة بتاعته ومايسون بتقول إنها دلوقتي عرفت هويته الحقيقية وإنه مش دكتور في الجامعة ولا حاجة، وإنه عميل نازي للجيش الألماني وبيدور على أنتكسيرة علشان ياخد القوة بتاعتها. ساعتها بيطلب فاولر من رجالته إنهم يخلصوا عليها لأنها عرفت معلومات كتيرة وما ينفعش تفضل عايشة بيها. فعلا رجالة فاولر بيخلصوا عليها. في الوقت ده بيكون أنديانا وهيلينا قدروا يوصلوا لأثينا في اليونان علشان يدوروا على النص التاني من الأنتكسيرة. هناك بيقابل أنديانا صديق قديم ليه اسمه رونالدو وبيطلب منه المساعدة. بعدها بيدخل أنديانا يتكلم مع هيلينا، بتقول إن أبوها قبل ما يموت قدر يتواصل مع الغواص اللي لقى النص الأول من الأنتكسيرة واللي لقاها في بحر إيجا على عمق 20 متر من سطح البحر في سفينة رومانية قديمة، وبيقرروا إنهم الصبح يدوروا على النص التاني في نفس المكان. فعلا تاني يوم الصبح بيطلبوا المساعدة من رونالدو ورجالته وبينزلوا المية، بينجحوا إنهم يلاقوا السفينة الرومانية المحطمة، وبيكون الموضوع صعب عليهم بسبب إن في كائنات بحرية كتيرة والسفينة قديمة جدا، لكنهم في النهاية بيقدروا يوصلوا للصندوق اللي فيه اللوح اللي بيدوروا عليه، والمفروض إن في الخريطة اللي هتساعدهم يعرفوا الجزء التاني من الأنتكسيرة موجودة فين. وبعد ما بيطلعوا من المية بيتفاجئوا إن فاولر ورجالته مستنيين على السفينة وسيطروا عليها وبيقدروا يقبضوا على أنديانا وهيلينا وكل طاقم السفينة. فاولر بياخد منهم الصندوق وبياخد اللوح اللي موجود جواه، لكن المشكلة إنه لما بيقرأ اللوح بيكون مش عارف يترجم الكلام اللي مكتوب عليه، عشان كده بيطلب من أنديانا إنه يساعده ويترجم له الكلام ده، لكن أنديانا بيرفض وبيقول له إنه مش هيساعده. ساعتها بيقرر فاولر إنه يقتل رونالدو ويقول لأنديانا إنه يخلص عليه هو وهيلينا لو ما ساعدوش. فبتقرر هيلينا إنها تساعد فاولر وبتقول له إنها هتترجم له الكلام اللي مكتوب على اللوح مقابل إنها تاخد منه فلوس، وفاولر ساعتها بيوافق وبيديها ألماس من اللي كان موجود معاه. لكن في الوقت ده بيحس أنديانا إن هيلينا باعته للمرة التانية وقررت تترجم اللوح مقابل الألماس، لكن في الحقيقة هيلينا كانت بتخطط إنها تهرب هي وأنديانا وتيدي، بتقدر إنها تاخد ديناميت وبتولع فيه وبترميه عند فاولر، وبتهرب هي وأنديانا وتيدي بسرعة على المركب التانية ومعاهم اللوح. ساعتها بيفضل فاولر مكانه وبيكون مش عارف يتحرك بسبب العطل اللي حصل في المركب. في الوقت ده بيحس أنديانا إن اللوح اللي معاه تقيل وبيعرف إن فيه كتابة سرية محتاجة النار علشان تظهر، فبيقرر إنه يولع في اللوح وفعلا بتظهر له خريطة جديدة فيها مكان النص التاني. بيعرفوا إنه موجود في كهف على جزيرة صقلية وبيسافروا على هناك بسرعة. لما بيوصلوا بيكون تيدي قاعد زعلان إنهم ما قدروش يبيعوا الذهب اللي خدوه ولا يبيعوا الأنتكسيرة، وبالتالي هو مش معاه فلوس وعايز يشتري آيس كريم، فبيقرر إنه يروح يسرق واحد من الزحمة ويجيب بالفلوس دي آيس كريم. فعلا بيعمل كده وبيفضل يتمشى شوية لحد ما بيتفاجئ إن فاولر في وشه وبيحاول إنه يجري منه ويهرب بعيد، لكن المشكلة إن واحد من رجالة فاولر بيقدر إنه يمسك تيدي. بيكون أنديانا شايفه في الوقت ده وبيجري بسرعة علشان يبلغ هيلينا إن تيدي اتخطف من فاولر ورجالته، وبيعرفها إن تيدي ممكن يقول لهم على مكان المقبرة، واحنا لازم نكون أسرع منهم ونتحرك على المقبرة بسرعة. فعلا بيتحركوا بسرعة وبيتفاجئوا لما بيوصلوا بعدد كبير من الحشرات والزواحف وبيكونوا خايفين جدا، لكنهم بيقدروا يهربوا منهم وبيوصلوا أخيرا للمقبرة بتاعة أرخميدس. هيلينا بتكون منبهرة بالمقبرة بالتصميمات الجميلة اللي عليها وبتقول له إن عليها رسمة عنقاء وده دليل على القوة،
اللي بيلفت انتباههم أكتر إن الهيكل العظمي بتاع أرخميدس كان فيه ساعة يد، وأنديانا بيقول لها إن ساعة اليد تم اختراعها بعد وفاة أرخميدس ب1000 سنة تقريبا، وده دليل قاطع إن الأنتكسيرة شغالة وبتدي قوة للشخص اللي بيمتلكها إنه بيقدر يسافر عبر الزمن. بعدها بياخدوا النص التاني من الأنتكسيرة، وفجأة بيظهر فاولر وجنوده وبيشتبكوا مع هيلينا وأنديانا، وساعتها هيلينا بتطلب من تيد إنه يهرب بسرعة ويسيبهم، وبيفضل في معركة مشتركة بيهم لحد ما بيتصاب أنديانا برصاصة، ويقدر فاولر أخيرا إنه يجمع النصين بتوع الأنتكسيرة مع بعض، وبيقرر إنه ياخد معاه أنديانا ويطلع على الطيارة هو والجنود بتوعه، وبيقول لهم إنه يرجع بالزمن لسنة 1939 ويغير نتيجة الحرب العالمية ويكون هو مكان هتلر. لكن أنديانا بيفضل يقول له إن لو الحسابات بتاعته مش دقيقة مش هيقدروا يرجعوا للسنة دي بالتحديد وهيتوهوا في الزمن. لكن فاولر بيضربه علشان يسكت. في الوقت ده بتكون هيلينا ماشية مع تيدي بالموتوسيكل وتطلب من تيدي يدخل جوه طيارة، وبيمشي وراهم، وهي بتقدر إنها تطلع الطيارة اللي عليها أنديانا وفاولر وتستخبى من غير ما حد يشوفها. وفاولر في الوقت ده بيقول لجنوده إنهم يتحركوا ناحية واحد من الشقوق الزمنية اسمه عين العاصفة، وفعلا بيتحركوا على الشق الزمني ده وبيقدروا يدخلوا جواه ويرجعوا بالزمن. لكن المشكلة إنهم مش بيرجعوا لسنة 1939، دول بيرجعوا لسنة 213 قبل الميلاد. هناك بيكون في حرب رومانية قوية جدا، والرومان لما بيشوفوا الطيارة في الجو بيفتكروا إن ده تنين أو كائن عجيب، بيفضلوا يضربوا عليه بالحرب علشان يوقعوه. في الوقت ده بتظهر هيلينا وبتشتبك مع فاولر ورجالته لحد ما بتفتح باب الطيارة، وبتقدر هيلينا إنها تضرب الجنود بالنار وتاخد أنديانا وينطوا هما الاتنين بالباراشوت ويهربوا من الطيارة. أما الطيارة اللي بيكون عليها فاولر وبيها رجالته بتقع في المعركة وبتنفجر، وساعتها بيروح أرخميدس بنفسه علشان ياخد الأنتكسيرة لأنه عارف قوته كويس، وبتعجبه ساعة اليد اللي كانت في إيد فاولر وبيقرر إنه ياخدها، وهي الساعة اللي كانت في إيد الجثة لما لقوا المقبرة بتاعته. في الوقت ده بيطلب أنديانا من هيلينا إنها ترجع هي على الزمن بتاعهم، لكن هو قرر يفضل هنا ويعرفها إنه فضل عايش عمره كله بيدرس التاريخ وبيدور عليه، لكن دلوقتي هو يعيش في وسط صناعة التاريخ نفسه وعايز يفضل هنا بقية حياته وما يرجعش تاني. هيلينا بترفض إنها تسمع كلامه وبتقول إنها مش هتسيبه لوحده، لكن في الوقت ده بيروح أرخميدس بيتكلم معاهم، وأنديانا بيكون مش مصدق نفسه إنه بيتكلم مع أرخميدس نفسه. بس لما هما بيتكلموا بيوصل تيدي بالطيارة اللي كان سايقها، وأنديانا بيكون لسه مصمم إنه يفضل في الزمن ده وما يرجعش معاها، لكن هيلينا بتكون مصممة تاخده معاها، عشان كده بتضربه على وشه ضربة قوية علشان يفقد الوعي. لما بيفوق بيتفاجئ بنفسه في بيته إنه رجع لسنة 1969 مرة تانية، وبيشوف هيلينا قدامه وبيشكرها إنها رجعته معاها الزمن بتاعه، لأنه لو كان فضل هناك كان ممكن يغير في التاريخ ويبقى ليه تأثير سلبي على الحاضر اللي بنعيشه دلوقتي. بتقول له هيلينا إنها محضرة له مفاجأة، وبتبعت تجيب ماريون زوجة أنديانا السابقة، بتجيب صلاح وكل الناس اللي أنديانا بيحبهم علشان يطمنوا عليه ويكونوا جنبه. أنديانا بيكون مبسوط جدا. وكده يخلص الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمله.